مقيم أجنبي صاحب الإقامة المؤقتة، مسمى قانوني مبتدع يلاحق المقدسية في كل ركن من أركان حياته الاجتماعية أو السياسية، فيحيطه بشائك خطر يخشى ملامسة أي من ألغامه فتسحب هويته أو يجرد من مخصصات التأمين الاجتماعي التي هي بالتأكيد لا تشبه تلك الممنوحة للمواطن الإسرائيلي. فقانون الدخول لإسرائيل المبرم عام 52 والمطبق على المقدسيين داخل حدود المدينة أو خارجها يفرض عليهم شروطاً تعجيزية غير قانونية يستوجب استيفاؤها لإثبات الوجود والولاء وإبقاء الاعتراف بهم كمقيمين والحيلولة دون طردهم. أولاً، الشروط التي تضعها الدولة المحتلة إسرائيل على السكان المقدسيين هي شروط تعسفية، وهي تخالف من خلال إجراءات وقرارات تسن في الكنيسة الإسرائيلي، تخالف كافة المعايير والاتفاقيات الدولية، ومنها قانون الدخول وفرض قيود على المواطن المقدسي بفترة زمنية محددة. إذا غاب عن دخول مدينة القدس يتم سحب الهوية المقدسية منه. هناك إجراءات تمييزية عنصرية من قبل دولة الاحتلال بعدم المساواة ما بين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس وما بين المواطنين الإسرائيليين، وبالتالي القانون واحد الذي يطبق في هذه الفترة المؤقتة التي نسميها الاحتلال يجب أن يطبق على كافة المواطنين بالتساوي. ولأن إسرائيل تختلق معايير مزدوجة لتمييز التعامل ضد المقدسيين داخل مؤسساتها الحكومية سواء بالخدمات الممنوحة أو السياسات العقابية، فالمواطنة خديجة خويس حرمت من مخصصات التأمين الصحي دون سابق إنذار كونها فقط مرابطة في المسجد الأقصى. توجهت إلى كوبات حليم لأتلقى العلاج. أخبرتني السكرتيرة أنه التأمين الصحي مقطوع عني وعن أبنائي جميعا. سلطات الاحتلال وبلدية القدس لا تعاملنا كأصحاب أرض وكأصحاب حق مقيمين في هذا الأرض منذ مئات السنين وآلاف السنين، إنما تعتبرنا مقيمين. ورغم أن القانون الدولي يرى المقدسيين مواطنين يقبعون تحت الاحتلال منذ عام 67 ويرفض التقليل من شأنهم أو حقوقهم، إلا أن حكومة الاحتلال تتفنن بخنقهم بحاجاتهم الأساسية تمهيدا لطردهم وتتويج مشروع المدينة اليهودية. من المفارقة أن تصنف كالسائح في موطنك وأرض أجدادك، هكذا هو حال الآلاف من المقدسيين الذين باتوا يمسكون بهوياتهم كالقابض على جمر في وقت تطال فيه سياسات الاحتلال العنصرية كافة حقوقهم الإنسانية، سعيا منها لتقليص عددهم لقرابة 13% فقط من مجمل السكان، فتحقق الحلم وتكون الغالبية للغرباء. لبرنامج القدس ياسمين أسعد، الغد العربية، القدس المحتلة.